السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وفي أحسن حال. بصوا، اللهم ارحم أمي وارحم أبويا واجمع ما بينهم واسكنهم الفردوس الأعلى. هنعمل النهاردة مع بعض كيكة اقتصادية جدا، وهوريكم روتين إن شاء الله يا رب يعجبكم. معلش أنا متبهدلة من غير الستاند، بس بإذن الله ربنا يرزقنا يا رب، وهجيب ستاند قريب بإذن الله. فهنا بقى انا عملت كيكه بالصوص الابيض، كيكه اقتصاديه وصوص اقتصادي جدا. هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه كده بصوا هوريكم الاول هي هشه ازاي من جوه. انت بتصحي من النوم مش عارفه تفطري ايه، ده فطار سريع وفطار سهل وكيكه سهله جدا، مش تاخد في ايدك اي حاجه. عندك بيضه هتعمليها، عندك بيضتين هتعمليها، عندك 3 هتعمليها انت ومقدرتك. بصوا يا جماعه، بصوا نافشه جدا زي الجاتو، تشوفيها تقولي جاتو. عملتها بقى ازاي؟ بصوا الفقاقيع من جوه عامله ازاي، كلها اسفنجيه. آه عملت ايه بقى؟ اول حاجه هعمل معاكم الصوص بعمله ازاي. بجيب كيس كريم كراميل، كيس واحد كريم كراميل ب20 جنيه. بجيب كيس كريم كراميل ب20 جنيه، وبحط عليه كوبايه سكر، بحط عليه كوبايه سكر، وبحط عليه كوبايه لبن. كيس كريم كراميل عليه كوبايه سكر، عليه كوبايه لبن، عليه ايه، كوبايه الا ربع زيت. هو بياخد من نص لكوبايه الا ربع زيت. هي دي مقادير الصوص. بحط كمان شويه فانيليا، شويه فانيليا. كيس كريم كراميل، كوبايه سكر، كوبايه لبن، نص كوبايه زيت او كوبايه الا ربع. هو خد معايا كوبايه الا ربع. بصوا يا جماعه بيبقى طعمه جميل قوي واختلاف، بدل ما كل يوم بنعمله كيكه بالشوكولاته، لا دي كيكه بالصوص الابيض بتبقى طعمها فظيع. مش بتكلف عليك حاجه، بس اهم حاجه ابعدي عن زيت التموين، ابعدي عن زيت التموين في اي صوص، لانه بصراحه بيبقى ريحته يعني وحشه خالص. ادي كده الشوكولاته خلصت معايا، هدخلها التلاجة. هنا بقى كان عندي بيضه مكسوره حطيتها، وحطيت كمان بيضتين. يعني انا كده استخدمت 3 بيضات. لو انت عندك بيضتين او بيضه حطي، هي مش بتحمل عليكي اي تكلفه. وحطيت شويه جوز الهند، لو ما عندكيش ما تحطيش، ملهمش لازمه اصلا. وحطيت كوبايه سكر وربع كوبايه زيت ومعلقه سمنه. 3 بيضات ومعلقه سمنه وربع كوبايه زيت وكوبايه سكر ومعلقتين خل وكوبايه ميه، كوبايه ونص ميه. بصوا انا حطيت شويه لبن كانوا باقيين من الصوص، بس انت لو مش باقي عندك لبن ما تحطيش، يعني هو مش شرط برضو تحطي لبن. تمام. والبرتقانيه دي يا جماعه بتاخدي نص برتقانيه والنص التاني بقشر. لو انت بتحبي طعم البرتقان قوي حطي البرتقانيه كلها بقشرها. تمام. بس انا مش بحب طعم البرتقان قوي، عشان بحب طعم الفانيليا وريحه الحاجات دي، فبحط نص برتقانيه بقشرها، وبحط باقي البرتقانيه يعني برتقانيه يعني بحط برتقانيه كامله، بس بشيل نص قشرها بس. لو انت بتحبي طعم البرتقان قوي سيبيها كلها بقشرها عادي، اضربها في الخلاط. هنا بقى انا عملتها وبزود ميه عادي خالص من الحنفيه عادي خالص، لحد الخليط ما يبقى ايه، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. هتشوفيه دلوقتي وهو نازل الصينيه. وبدهن الصينيه زيت بس، مش شرط تدهنيها دقيق، هو زيت بس. بتعوصي الصينيه كده زيت، وتكوني مولعه الفرن قبل ما تبداي اي حاجه. انا قبل ما ابدا اي حاجه كنت مولعه الفرن بتاعي على درجه متوسطه. بس كده حبايب قلبي، حطيتها في الفرن. قلت بقى اغسل باقي المواعين زي ما انتم شايفين كده، واخلص المواعين معايا و... هي اي دوشه وخلاص، هو اي دوشه وخلاص يعني. على فكره اللي بتعملوه ده غلط يا شيخ. هو بس كده يا حبايب قلبي، هنا بقى هغسل المواعين معاكم. بس يا حبايبي كده هغسل معاكم بقى ايه باقي المواعين كده، عشان ما يبقاش عندنا حاجه وسخه. هنا بقى انا خدت كل حاجه في ايدي بقى، اي حاجه في المطبخ كانت في ايدي اخدتها. وهنا كنت بغسل علبة الحلاوة دي، احنا لسه ما فتحناهاش، بس البيض اتكسر في الشنطة. يعني انا كنت جايبة 3 بيضات، بيضة اتكسرت في الشنطة. فكانت الشنطة ما فيهاش غير حلاوة والكريم كراميل، فانا قمت مفضياها ايه، عاملة بقى الكيكة. يعني هي ما كانتش يعني اتوسخت، يعني كانت كويس. هي دوبك اتفقش يعني اتكسرت بس. هنا بقى يا حبايب قلبي خدت المواعين في ايدي. والله العظيم كيكه اقتصاديه خالص، وحطيت عليها نص كيلو دقيق. نسيت اقول لكم بقى، حطيت نص كيلو دقيق في طبق، نخلته نخلته نص كيلو دقيق، وحطيت كيس بيكنج باودر وقمت جايه مفضيه الخليط عليه ومقلباه. يعني حطيت نص كيلو دقيق في الصاج الكبير ده.
بس كده يا حبايبي، وقطعت وفطرنا وكان فطار زي العسل. ربنا يرزقكم جميعا يا رب، ويوسع علينا جميعا، ويرزقك الصحة والبركة وراحة البال يا رب، وربنا يجعله صباح هنا ورضا عليكم وعلى قلوبنا جميعا، وإن شاء الله تكون سنة سعيدة بإذن الله يا رب. هنا بقى بصوا حبايب قلبي بقطعها كده، والله العظيم والله العظيم كانت جميلة قوي، والله فعلا كانت جميلة قوي، حلوة ومش مكلفة يا جماعة. يعني انا جايبة نص كيلو دقيق ب10 جنيه، و3 بيضات، وحطي بيضتين، حطي بيضتين. انا ساعات والله العظيم بعملها ببيضة واحدة، يعني ساعات والله بعملها ببيضة حسب اللي عندي، حسب اللي عندي. وساعات والله العظيم مش بحط سمنة، بس انا الصفيحة عندي قمت حاطة معلقة، فحسب اللي عندك انت فاهمه. انت اما بتيجي تعملي في مطبخك انت بتلاقي عندك شويه مش عارف على شويه مش عارف، بقوم حطهم على بعضهم وضربهم في الخلاط. لو ما عندكيش برتقان جيبي كيس فريتو، فريتو برتقان، بلاش التانج، هات فريتو. والله العظيم جميله، والعيال كانوا فرحانين وكان يوم جميل. ربنا يسعدكم جميعا يا رب، ويسعدنا ويوسع علينا جميعا، ويسد ما علينا جميعا يا رب. بصوا حبايب قلبي، ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا معايا في القناه، وان شاء الله ان شاء الله هجيب ستاند. كل مره اقول لكم كده بس ربنا ما بيوفقنيش. ان شاء الله في اقرب وقت هجيب ستاند، وان شاء الله هننزل فيديوهات اجمد واحسن من كده كمان. تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي معايا في القناه، مش هكبر الا بيكي.